كيفاش بنت كانت مريضه ومشات باش ترتاح في الفندق حتى لقات راسها مدفونه من تحت الارض، وبقات مدفونه لمده ديال 83 ساعه. جوج ديال المجرمين خطفوها من حدا الام ديالها ودفنوها وهي باقيه حيه. القصه اللي غادي نعاود لكم هي من اخطر القصص ديال الاختطاف في التاريخ البشريه، وماشي ساهل تنساها دغيا. قبل ما نبدا لكم هاد القصه، الا كنت ما مابونيش ابونا. يلا نبداو القصه ديالنا. كانت واحد البنت سميتها باربي، كان في عمرها 20 عام وكانت كتقرا في جامعه ايميرو. وهاد البنت كانوا كيعرفوها الناس بالجديه ديالها والعفويه اللي فيها. في عام 2012 هاد البنت هادي مرضت بواحد المرض اللي سميتو الانفلونزا، كانت فيها السخانه بزاف وشدها الدوخه. الام ديالها كانت خايفه عليها بلا توقع لها شي حاجه، وغادي تقول لبنتها يلا نمشيو لواحد الفندق ارتاحي فيه شي يومين على ما تبراي وعاد نرجعوا. شدت البنت ديالها ومشاو لذاك الفندق، ولكن كان الجو بارد والثلج كيطيح. فاش دخلوا لذاك الفندق كانت الام ديالها كتحاول تقول لبنتها غير نعسي، حيت كانت طالعه فيها السخانه بزاف. ولكن في الليل بداو كيسمعوا الدقان في الباب ديال الفندق، والبنت ديالها غادي تسول الام ديالها شكون اللي غيكون جا عندنا في هذا الليل هذا. الام ديالها تقول لها ما عرفتش. الام ديالها قبل ما تفتح داك الباب غادي تظلم داك التقيبه اللي كتكون في الباب، وغادي تشوف جوج ديال الرجال واقفين ولابسين اللبسه ديال البوليس. الام ديالها غادي تقول لهم شكون معايا، هما غادي يجاوبوها يقولوا لها جينا غير باش نبلغوا على واحد الجريمه وقعت في هذا الفندق وبغينا نسولوكم واحد شويه. ام ديالها غادي تجيها غريبه، البوليس يجيو يدقوا عليها في ذاك الوقت. مع غادي تفتح الباب وهنا فين غيبداو الكواليس. واحد من داك الجوج غادي يشد الام ديالها وفي يديه كان كنينيكس فيه واحد الماده، وهو يدير داك كنينيكس في النيف ديال الام ديالها وامها غادي تسخف. والبنت ديالها ما كانتش قادره توقف على رجليها بحيث هي مريضه. فهنا البنت ما بقات فاهمه والو، بقات كطرح تساؤلات ما بين دماغها، شكون هادو؟ واش هادو بوليس بصح ولا مجرمين؟ وشنو بغاو من عندنا؟ ولكن الحقيقه غادي تبان دابا. داك البنت بقاوت ما هي مريضه ما كانتش قاده تهضر، وغادي يشدها واحد من داك الجوج وغادي يجرها من شعرها وغادي يخرجها على الباب ديال الفندق. هي كانت كتحاول تغوت ولكن الصوت ديالها ما كانش كيتسمع وكان ناقص بزاف. حاولت باش تهرب ولكن ما قدراتش. داك الجوج كانوا صحاح. هاد الرجال اللي كانوا خاطفينها ما كانوش مزروبين، بالعكس كانوا غاديين بشويه عليهم. الناس كتحس بهم هاد الرجال اللي خاطفينها محترفين وماشي اول مره يخطفوا شي واحد من داك الجوج قال لها ما تخافي من حتى شي حاجه، يتبع هادشي اللي غنقولوا لك وما غادي يوقع لك والو. ولكن هي كانت عارفاهم غير كيكذبوا عليها. غادي يركبوها في واحد الطوموبيل كحله والجوج ديالها فين كتبغي تشوف في الطريق. كان واحد كيغوت عليها وهي بقوه الخلعه كانت كتحني راسها للارض وما كانتش كتشوف في الطريق. تقريبا 3 ديال السوايع وهما غاديين في الطريق والظلام والطريق خاويه. هي كانت كتسمع غير الصوت ديال الطوموبيل وما عارفاش راسها فين غاديين فيه. كل مره كانت كتقول مع راسها واش غادي يقتلوني ولا غادي يطلقوني، وكانت حايره مع راسها. ثانيتي الطوموبيل وقفات، وقبل ما يخرجوها من الطوموبيل غادي يغمضوا لها عينيها بواحد العصابه. فاش كانت غاديه معاهم في الطريق كانت كتحس براسها كتسطم على الوراق ديال الشجر وكان فيها البرد بزاف. واحد من داك الجوج غادي يشدها من يديها وغادي يقول لها ديري اي حاجه كنقولها لك وما غادي يوقع ليكي والو. غادي يوقفوا في واحد البلاصه وهي ما كانتش كتشوف، كانت غير كتسمع الاصوات. من بعد غادي تسمع واحد الصوت ديال شي باب كيتفتح وغادي يحيدوا ليها داك العصابه اللي داروا لها على عينيها. وهنا اول حاجه غادي تشوفها هي الصندوق ديال الموتى. واحد من هاد الجوج غادي يقول ليها غادي تدخلي في هاد الصندوق ولا غادي تعيشي اكفس لحظه في حياتك. هي بقات كتغوت وكتقول لا ما غاديش ندخل. حيت في داك الجوج كان متريني مزيان وغادي يضربها ضربه واحده وغادي يسخفها. اش نعرفوا شنو كان في داك الصندوق. داك الصندوق كانوا فيه واحد التقابيل اللي صغيورين وكانوا حاطين لها قرعه ديال الماء وشويه ديال الماكل. هادشي اللي كيديروا فيه كانوا مخطين ليه من قبل وما كانوش باغيين يقتلوه. وغادي يهزوها وغادي يحطوها في قلب داك الصندوق وغادي يشدوا عليها وغيحطوها في واحد الحفره وبداو كيلوحوا عليها التراب وهي مازال حيه. هي بدات كتفيق من داك السخفه اللي كانت فيها وبدات كتحس بان التراب كينزل من فوقها، وكانت كتشوف غير شويه ديال الضوء من داك التقيبات. ولات كتشوف الموت وهي مازال حيه وبقات كتغوت وكتضرب في داك الصندوق ولكن بدون فائده. فهنا القضيه كانت واضحه، دفنوها وهي مازال حيه. اول ساعه ليها بقات غير كتغوت وما عارفاش راسها علاش جابوها لهنا وشنو بغاو منها. هي كانت كتشوف راسها كتخنق والضوء قليل وكتشوفوا غير داك التقيبات اللي في الصندوق. هي كانت كتحاول تاكل ولكن ما كتقدرش، كتحاول تشرب الماء وكان كيجيها سخون. هي كتحاول تنعس ولكن دماغها بقوه الخوف ما بغاش يجيها النعاس. النهار الاول داز، الثاني والثالث، وهنا ياتي بدا كيجيها العطش وحلقها نشف والجوع بدا كيقتلها شويه بشويه والاكسجين ما بقاش. هنا ياتي ولات كدور لها الافكار في راسها وكتقول مع راسها
بابا غادي يخلص عليا فيديا وغادي يجيو وغيطلقوني. وبعض المرات كتقول حتى الا خلص دابا فات الفوت. الوقت في داك الصندوق ما عندوش معنى، والدقيقه كدوز بحال الساعه والساعه بحال النهار، وكتخيل امها كتعيط ليها وكتخيل راسها بشي واحد غادي يجي ونقدها، ولكن هادشي كامل ما منو حتى شي حاجه. العقل ديالها في داك اللحظه كان ضعيف وكانت كتامن بانها غادي تخرج من تماك وما تبقاش في قلب الصندوق. 83 ساعه اكثر من 3 ايام هي مدفونه وكتسنى غير الموت. في الوقت اللي هي كتعيش الجحيم كانت المكتبه التحقيقات الفيدراليه كتقلب عليها ليل ونهار. الاب ديالها غادي توصل واحد الرساله من عند هذوك اللي خطفوها وكيطلبوا بفديه ديال 500,000 دولار، ولكن الرئيس ديال داك اللي خطفوها كان سميتو ريكس، ودار واحد الخطا اللي هو بسيط، خلى شويه ديال الاثار وشويه ديال الدلائل عليه اللي خلى البوليس يعرفوا البلاصه فين كاينه هي. ولكن هناياتي واحد من داك البوليس غادي يسمع واحد الصوت وغادي يبداو يحفروا في داك الارض وغادي يبدا يبان لهم واحد الصندوق، وداك الصندوق كان مغطي بالتراب بزاف. وهما فاش جبدوا داك الصندوق غادي يفتحوه وغادي يلقاوها عيانه وعينيها ما قادراش تفتحهم. واحد من داك البوليس غادي يقول لهم راه باقيه عايشه وعطاوها الاكسجين. داروا ليها مساعده الاولويه وغادي يخرجوها من داك القبر اللي بقات فيه 83 ساعه. هي تعالجت ولكن الازمه النفسيه ديالها بقات مستمره معها لسنوات. من بعد ما داز الشهر البوليس غادي يقبطوا هذوك اللي خطفوها، وكريس تحكم عليه بالمؤبد، ولكن دوز 10 سنين وخرج من الحبس. عطيوني الراي ديالكم، واش 10 سنين اللي دوز ديال الحبس قليله في حقه ولا خصو يعطيوه اكثر من 10 سنين ديال الحبس؟ بصح بوروت دوز غير 4 سنين ديال الحبس ومات في قلب الحبس. هاد البنت هادي غادي تكتب كتاب سميتو 83 ساعه حتى الفجر. المهم المغزى من هاد القصه هادي كتبين لنا بان الحياه ممكن ترجع واخا تكون في وسط الموت. القصه ديالنا سالات، نتشافوا في قصه جديده.